بني سويف. منطقة بني سويف خرج رئيسها وطلع قال ان الدكتور محمد زين طلع قال ان هو بيهدد بتقديم استقالته من منصبه اعتراض على تصرفات اتحاد الكوره. ليه بقى؟ لان الازمه المفروض اي لاعب بيقيد حسب المنطقه اللي فيها بطاقته. فعبد الله السعيد من بني سويف لازم يقيد او يتم توثيق العقد بتاعه في منطقه بني سويف وفقا للعنوان زي ما احنا شايفين قصادنا على الشاشه. هتلاقوا الكارنيه بتاع عبد الله السعيد. طيب هو ليه عبد الله السعيد ما عداش على منطقه بني سويف دايركت على اتحاد الكوره؟ اللوائح بتقول كده وهو نفسه قال كده رئيس منطقه بني سويف. وانا قبل اللقاء اتكلمت معاه الحقيقه وهو رفض يطلع استشعارا لحرج. يعني ده هو حر، بس طلبنا منه ان حد يمثل منطقه بني سويف يقول لنا اللائحه ايه وليه تم قيد عبد الله السعيد دايركت في اتحاد الكوره. انا عارف ان TMS هيروح من خلال اتحاد الكوره عشان يروح الفيفا ويتم قيده رسمي، اوكي. انما انا بتكلم على اللوائح الداخليه في علاقه اتحاد الكوره بالمناطق. هل في بند اتغير ان اي نادي يروح على اتحاد الكوره دايركت ولا لازم يروح منطقته منطقه اللاعب؟ لان في رسوم بتدفع لتوثيق العقد. فبالتالي الدكتور محمد زين طلع قال كلام قوي جدا. فوجئت انا وزملائي في مجلس اداره فرع منطقه بني سويف ان اتحاد الكوره استخرج كارنيه عبد الله السعيد للقيد يوم الجمعه، وده عادي الجمعه، يعني انا مش معترض على انه يفتح، ده لازم يفتح يوم الجمعه، بس مش واقف عند الاهلي. لان الاهلي هل الاهلي طلب يأيده يوم الجمعه واتحاد الكوره قال له لا احنا قافلين؟ دي تبقى قصه تانية بين النادي الاهلي وبيراميدز انما انا واتحاد الكوره. انما انا واقف هنا فيما يخص تصريحات محمد زين، دكتور محمد زين. واضاف ان يكتب في خانه المنطقه بني سويف زي ما احنا شايفين، والمنطقه لا تعلم عن ذلك شيئا الا عن السعيد او غيره، ولا يتم اختار الفرع ولا يستفيد من مليارات انتقالات اللاعبين. فهذا استخفاف ببني سويف ارفضه تماما. عشان كده هو بيهدد او هيتقدم باستقالته. وقال كيف يكون بيراميدز تابع لبني سويف؟ انا هنا اقصد بيراميدز عشان هو اللي تابع لمنطقه بني سويف، مش عبد الله السعيد ساكن او بطاقته في بني سويف. هنا تبع للنادي ونحن لا نعلم عنه شيء. يعني هو بيستغرب ان ازاي بيراميدز تبع لمنطقه بني سويف وهم ما يعرفوش. وقال استخدام اسم بني سويف كخيال مآتة مرفوض تماما. وكيف يكون هناك مجلس إدارة للفرع ويتم التصرف بحرية مطلقة من لجنة قيد اللاعبين باتحاد الكورة دون مراعاة للفروع؟ وكيف يستخدم اسم بني سويف لتمرير أشياء لا نعلم عنها شيئا؟ أنا مصر أقرأ لكم كل اللي بيقوله لأنه كلام خطير جدا. قبل ما نتواصل مع المسؤول الاعلامي لمنطقه بني سويف هختم كلام الدكتور محمد زين. الامر مرفوع لنواب بني سويف والمحافظ. الله، ده دخل في مجلس الشعب كمان والمحافظ. واذا ثبت ان هناك تجاهل ومؤامره واستهتار باسم بني سويف فانا شخصيا مستقيل. واذا كان اتحاد الكره يفعل كل شيء دون رجوع للمناطق لأن كلمة المرور للسيستم ملكه فقط اللي هي TMS اللي أنا قلتها لكم، فلا داعي للمناطق. أستاذ جابر عرفة المسؤول الإعلامي بني سويف. منطقة بني سويف خرج رئيسها وطلع قال إن الدكتور محمد زين طلع قال إن هو بيهدد بتقديم استقالته من منصبه اعتراض على تصرفات